ب2.5 وتعالى بص، ب2.5 وتعالى بص، لا بلاش، ب1.5 وتعالى بص. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الرزق والسكر الزياد. إلهي ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم وينور وشوشكم كده ويخليها كلها بهجة وسرور وسعادة وسعادة وفرح ورضا. اللهم امين يا رب العالمين. رضا جه يا ام رضا، رضا جه يا ام رضا. ام زياد منشكحه شويه، منشكحه ليه يا بنتي يا ام زياد؟ عشان جبت اول حاجه كده ناويه كده ان انا افرزها رمضان. هتفرزي ايه يا بنتي يا ام زياد؟ يا جميله يا مقلبظه يا مقلوظه انت. هفرز طماطم النهارده يا اختي، فضلة خيرك جايبه 6 كيلو طماطم، اقسم بالله 6 كيلو طماطم. ليه يا ام زياد؟ ده الطماطم غاليه، اقسم بالله جايبه الطماطم النهارده مش عايزه اقول لك بسعر هيخضكم كلكم دلوقتي والله. تعالي بس نشوف الطماطم شكلها ايه ونشوف الحاجات النهارده بقى. فيديو الخير والمشتريات، فيديو السعاده الى قلبي. هلا وغلا عليكم حبايب قلبي الغاليين. صلوا على النبي يا اولاد واكتبوا لاختكم ام زياد كده احلى كلمه، احلى غنوه، احلى اي حاجه. يلا بقى نشوف احلى فيديو. حطوا اللايك وصلوا على النبي واشتركوا في القناه كلكم عشان القناه ظهرت. ام زياد اتجننت يا ولاد، ولا تاخدوا بالكم ولا تاخدوا بالكم خالص. تعالوا اول حاجه كده البطاطس جايباها بكام يا بيتش يا ام زياد؟ البطاطس يا بيتش يا ام زيزو جايباها ب 15 جنيه. انا بقالي كام سوق صراحه بجيبها ب 15 جنيه اهي زي الفل. بصوا هي تحس ان شكلها مجرب شويه، ها يعني شكلها ايه؟ لو في عريس جه يتقدم لها اقسم بالله وشاف شكلها كده مش هيتجوزها، حبور في قفاه على طول، في قفا امها على طول. بس ما علينا، اللي يبور احنا هناخده اهو يا ولاد. ملهي زي العسل ب 15 جنيه. بطاطس زي الفل مقلوظه ومقلبظه زي بيتش ام زياد، جميل والله. جبت 3 كيلو يا ولاد، 3 كيلو ب 45 جنيه. تمام كده. الطماطم بقى مش عايزه اقول لك الطماطم بقى، يا سلام على الطماطم وجمال الطماطم. ده انا جايبه الاسعار النهارده ايه يا ولاد مش عايزه اقول لكم. بصوا بقى الطماطم انا جايبه 6 كيلو والله العظيم. شويه طماطم بصوا ورد كده، شفتوا الورد؟ فراوله يا فراوله يا فراوله كده اهي. بصوا كيلو ونص ب10 جايباها والله العظيم، جايباها كيلو ونص ب10. هي بتتباع في السوق صراحه كيلو ب10 وكيلو وربع، بس انا جبت دي كيلو ونص. مش طيب جامده اقسم بالله جامد اهي. بس انا هفرز منها في الفريزر يعني اهي. صراحه انا يعني الطماطم على طول بتبقى عندي في الفريزر لاني بشتري كل سوق اهي. بصوا زي العسل اهي، ما فيهاش اي حاجه. انا جايبه 6 كيلو كلها زي بعضها، جايباها كلها من نقاوه واحده يعني. لا مش وقتك يا هناء دلوقتي، مش وقتك يا حبيبه قلبي. نعم. طب ثواني بس اخلص وساعتها اشتكوا من بعض زي ما انتوا عايزين. تمام. تعالوا جبنا ايه تاني؟ بصوا بقى وهقول لكم بقى انا مستوقه التسويقه الحلوه دي بكام. يا خراشي قولش ان انا بحبكم وربنا بموت فيكم وربنا بعشق. وانا مش باينه ليه؟ وانا حاسه ان انا قوسه عليه كده. انا كنت حبان الحاجه مش حبان، احنا عايزين الحاجه تبان مش مهم. انا دلوقتي بص البتنجان صراحه جايباه كيلو ربع ب10. هو غالي بس هنعمل ايه؟ فيش غنى عنه. صينيه مسقعه تلاقي، صينيه بتنجان بالدقه والخل والثوم كده هو تلاقي، بابا غنوجه تلاقي، ماما غنوجه تلاقي، حاجه كده مش عايزه اقول لكم يعني. تمام. جبت البتنجان اهو كيلو وربع ب10. تمام كده. طيب كيلو وربع ب10 بس ما جبتش كيلو، انا جبت ما جبتش كيلو وربع، جبت ب8 جنيه بس. تمام. وجبتش الفلفل ده كانت الولاد بتقول لي ب 15 جنيه. قال يعني ايه الولاد بتستعبط عليا؟ على مين ياما على مين؟ ام زاد في التوفير ما بتهزرش يا ولاد. اروح انا واخد من بق الولاد ب 15 جنيه وامشي؟ ما بقاش ام زاد وربنا. جبته ب 10 جنيه والله، جبته ب 10 جنيه اهو. تمام. عشان الناس اللي بتقولي انت بتكدبي الاسعار دي مش موجود، والله العظيم الاسعار دي موجوده اهي. هو الاسعار غاليه يا جماعه، بس انا بروح اخر السوق يا جماعه. انا ما بروحش اول السوق اغني على الربابه يما، والله بروح اخر السوق ما بروحش اول السوق. تمام كده اهو. عشان اجيب الحاجه احنا هنا شويه. جبت ب 10 جنيه، جبت نص كيلو، جبت نص كيلو ب 5 جنيه. والفول والباذنجان عشان خاطر نعمل صينيه مسقعه، نعمل شويه بابا غنوجه كده. يا سلام، هما ليه سموه بابا ما سموهوش ماما؟ مع ان ماما في كل حاجه. المهم يعني الليمون ب 10 جنيه. جبت قولي ماما غنوم وخلاص. نص كيلو ب5 جنيه.
بصوا بقى اقسم بالله العظيم المشتريات ده اهي اللي بتستر بيتي وبتعمر تلاجتي. وبصوا يعني يعني ببركه ربنا كده ما بحتاجش حاجه من بره تاني، ما بجيبش اي حاجه من بره تاني. دي حاجتي اللي ساتره بيتي والحمد لله. تمام كده. البيت شياره القروبه ده اهي، البيت شياره القروبه، شايفين البيت شياره القروبه ده اهي. جت معايا السوق وعايه بقى عينكم ما تشوف الا النور، كل ما تشوف حاجه عايزه مني قلت لها لا يا حبيبتي انت تخربي لي الميزانيه على الفاكهه، انا عايزه اجيب حاجات تعمر البيت مالناش دعوه بالفاكهه. المهم قالت لي عايز سفنج يا ماما، قلت لها خلاص هجيب لك كيلو. الكيلو ب 15 جنيه عشان لسه نازل فهو غالي شويه، جبت كيلو ب 15 جنيه. تمام كده يا بنتي يا ام زيزو. جبت ايه؟ جبت برتقال، البرتقال ده ب 10 جنيه بس برتقال 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 بس زي العسل يعني. اه برتقان زي البرتقانه الناعمه دي يا جماعه، لما تيجي تشتري اشتري البرتقانه اللي هي الناعمه دي بتبقى مسكره معاكي. تمام. جبت 2 كيلو ب 20 جنيه. وجبت الموز ده اهو 2 كيلو ب 35. ماشي انا ما جبتش فاكهه الا موز وبرتقال. ماشي اهو كيلو بس، هو كيلو سفند اهو. ماشي. الموز ده اهو ال 2 كيلو ب 35. جبتش ايه يا بنتي يا ام زيزو؟ جبتش ايه يا بنتي يا ام زيزو؟ جبت اسمه ايه ده اهو؟ اسمه ايه؟ ماشي خدي لك صبع ودي لزيت صبع يا حبيبتي، هما ما بيصبروش لحد ما احط الفاكهه في الثلاجه. دي كوسه. ماشي كوسه يا جماعه بصوا عامله شكل عامله شكل العجله. بصوا كوسه دي بكام يا بنتي يا ام زيد؟ الكوسه في السوق ب 15 جنيه بس انا رحت وجيت ورحت تاني لحد ما جبتها منها ب 10 جنيه ومن نفس الولايه اللي بتقولي ب 15 جنيه. طب ما كمل اول ياما، وانت لازم تدوخيني معاكي. بكام؟ ب 15 ب 10 جنيه. اقسم بالله جبت كيلو ب 10 جنيه نعمله كده في نص الاسبوع جنب شويه رز بالشعريه وطبق مخلل كده. يا سلام يا سلام. وعندنا المسقعه بقى هي، وعند البطاطس. انا ما جبتش السوق ده ولا مكرونه ولا شعريه عشان عندي يا جماعه، عندي المكرونه عندي الشعريه وعندي الرز اللهم لك الحمد. الرز يا جماعه انا بقيت بجيب بالشكاره، ما عدتش بشتري انا رز القطاعي ده. تمام. طيب جبت ايه تاني يا بنتي يا ام زياد عشان بقى الفطار وسندوتشات المدرسه؟ جبت خيار، الكيلو الخيار ده اهو. الخيار برده في السوق يا جماعه. بصوا يا جماعه انا عايزاكم بس لما تيجوا تروحوا السوق عشان الناس اللي بتقعد تعيب على الاسعار، انت ممكن يا حبيبتي الاسعار بتختلف عندي من عند لعندك. انت ممكن مثلا تكوني قاعده في مدينه، قاعده في منطقه مثلا سياحيه، قاعده في الكلام ده، في الاسعار بتبقى غاليه عندك. احنا عندنا هنا في مناطق ارياف، فممكن لو رحت مثلا متاخر شويه في الاسعار بتتغير. الناس بتبقى عايزه تخلص نفسها عشان تقوم تروح، فاهمين؟ عشان مثلا الحر. لو في الصيف، عشان مثلا في الشتاء الدنيا بتبقى بتشتي عليهم فعايزين يروحوا. فهمتي قصدي حبيبتي؟ فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمي بقى. الخيار ده اهو جبته برده ب 10 جنيه. تمام اهو جبته ب 10 جنيه والله. الخيار ده اهو برده بيتباع ب 15 جنيه يا جماعه وب 20 جنيه كمان، بس انا يا جماعه بروح متاخر شويه. تمام. وبعدين انا ما بجيبش الحاجه من اول بياع، يعني بروح لكام بياع كده اهو لحد اما الاقي الحاجه اللي هتناسب ميزانيتي. تمام. انا عايزه مثلا ابقى نازله السوق ب 200 300 جنيه بدل ما اجيب بيهم كام حاجه وارجع اعوز في نص الاسبوع تاني. لا بحب اجيب الحاجه كلها اللي تستر بيتي، اللي تخليني في نص الاسبوع ما اجيبش حاجه من بره تاني نهائي كده، لان لو رحت تاني في نص الاسبوع هصرف اكتر وانا عايزين نمشي الدنيا. اهو ب 10 جنيه بحطهم كده اللي عارفه سندوتشات المدرسه. الكلام ده كله. طيب وجبت ايه؟ صراحه بقى ما لقيتش جرجير عاجبني، الوليه ما كانش معاها جرجير من رايحه متاخر، فالجرجير اللي كان في السوق كان مصفر كده ما كانش عاجبني بصراحه فما جبتش. جبت ربطه الجرجير دي، ربطه الخضار دي. قلت ايه؟ نعملها على السلطه، نعملها مخده وننام عليها كده. سلام. تمام كده. طيب جبت ايه تاني يا بنتي يا ام زياد؟ جبت ايه تاني يا بنتي يا ام زياد؟ بصوا بقى انا صراحه كنت ايه استكفيت بالحاجات دي. الحاجات دي عامله معايا كام؟ مش عارفه، عامله معايا 150 155 150 مش فاكره. الحاجات دي كانت عامله معايا 150. ماشي. فايه انا كنت ناويه اكنسل الاسبوع ده عن اي فراخ واي حاجه، كنت هجيب سمك بس. ماشي. انا جايبه كيلو سمك اهو، جايبه كيلو سمك وعندي في التلاجة سمكتين. يعني ايه يعني هحط السمكتين على دول، فاهمين قصدي؟ عندي في التلاجة سمكتين وده كيلو، هحط دول على دول واقسمهم على مرتين 2. تمام. دول على دول وهقسمهم على مرتين 2 يكفوني طبختين 2، يعني يعتبر كيلو وربع سمك هعملهم على مرتين 2. يبقى انا عندي الاسبوع كله اسبوع ايه ده، انا عندي ال10 ايام دول مستورين اكل اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله. وجبت يا جماعه نص كيلو بانيه ده اهو.
جبت نص كيلو البانيه. صراحه لقيت الاسعار الفراخ النهارده نازله شويه عن اي يوم، لان النهارده السوق فالناس بتاخد سمك، فهم بتوع الفراخ الناس اللي بجيب منهم بيرخصوا شويه يوم السوق، عشان عارفين الناس بتاخد السمك فالحاجه بتبور عنهم، فهم ايه عايزين يزكوا يعني، فبيرخصوا الحاجه شويه. فانا جبت البانيه ده اهوت، اللهم لك الحمد، نص كيلو ب 80 جنيه. ماشي، هو المفروض نص كيلو ب 90، ادتوني ب 80 جنيه. نص كيلو بانيه. ماشي. طيب يبقى هو كده اللهم لك الحمد، جبت البانيه وجبت السمك، وهي دي المشتريات. مش عارفه بقى المشتريات دي كلها عامله تقريبا 250 260 270 مش عارفه. المهم ان انا عايزه اقعد احسب الحاجه دي كلها. بصوا انا هحسب الحاجه دي كلها واقول لكم جبتها بكام، وهقول لكم. ودي الحاجه اقسم بالله اللي انا هحتاجها لمده 10 ايام مش اسبوع، لان الطماطم ما تنسوش انا جايبه 6 كيلو طماطم. مين اللي هتستخدم 6 كيلو طماطم يا جماعه في اسبوع يعني؟ لا، الطماطم هتقعد معايا فتره شويه. ماشي. طبعا بقى ايه، جايبه السمك هعمله مرتين اتنين. جايبه البانيه اهوت، ممكن برده نشوف له طريقه برده ان ايه نعمل له مثلا كفته، نعمل له مش عارفه صينيه مكرونه بشاميل، برضك نقسمه على مرتين اتنين. فاهمين قصدي؟ عندي المسقعه، عندي الكوسه، عندي مكرونه، وعندي شعريه، يعني مش هحتاج حاجه لمده ممكن 15 يوم كمان. شوفوا بقى، يعني بصي ما تنزلي السوق بتلاقي عندك اصلا شويه حاجات في البيت، فانت بتروحي تكملي عليهم، اللي هو ايه بتستوري البيت عندك 10 15 يوم. بس مش معنى كده ان لما يجي السوق مش هجيب، لا طبعا لما يجي السوق هسوق. بتكون حاجات خلصت عندي برضك، حاجات موجوده، فاللي موجود ما بجيبهوش، اللي مش موجود عندي ناقص عندي بروح اجيبه. يعني انا مش كل سوق عندي بتسوق نفس الحاجات ونفس الاسعار يا جماعه. يعني ايه مثلا استوقت مثلا الاسبوع ده 200 ولا ب 300 جنيه، الاسبوع الجاي ممكن يكون اكتر ممكن يكون اقل. بشوف ايه اللي عندي بكمل عليه. فهمت قصدي؟ وهي دي مشترياتي اللي مدمره حياتي. لا والله دي مشترياتي اللي ساتره بيتي. واللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد. ما بعوزت اي حاجه من بره. عندي الطماطم، عندي الليمون، جايبه الفلفل، جايبه الخيار، جايبه الفاكهه، جايبه البطاطس. يعني البطاطس والبتنجان دول ننفع نعمل منهم فطار، ننفع نعمل غدا، ننفع نعمل منهم عشاء. وما تنسوش عندي في التلاجة عجينه طعميه. تمام. وعندي فول من اللي انا كنت مدمساه لكم ان انا مدمساه. تمام. يعني الحمد لله انا ماليه البيت خير. اللهم لك الحمد باقل الامكانيات. يعني انا دلوقتي عايزه اعمل سفره فطار، هحمر بطاطس. لو عايزه اعمل سفره يعني هحمر بطاطس، هقلي بتنجان او هشويه، هطلع كيس طعميه، هطلع كيس فول، هطلع حته جبنه قديمه واعملها بالطحينه. يا جماعه يعني ما تكبسيش نفسك مره واحده بالمشتريات. لا مثلا ايه، يعني مثلا مره اجيب مثلا كيلو جبنه قديمه ولا كيلو ونص كده خليه عندي واركنه. مره مثلا ايه اجيب مثلا الطحينه عندي واركنها. فانت كل مره بتجيبي حاجه ما تكبسيش الاسعار يعني الحاجه فوق نفسك مره واحده. معاكي جيبي، ما معاكيش كل مدى جيبي حاجه. فاهمه قصدي؟ تقوم ايه تلاقي البيت مليان بتاعك خير ان شاء الله. دي مشتريات حبايب قلبي اللي منوره بيتي ومعمره ثلاجتي. اللهم لك الحمد. وانا كده انتوا شايفين في حاجه ناقصه في الحاجات؟ مفيش اي حاجه ناقصه الحمد لله. ايه اللي ناقص بقى؟ عندي الكوسه، عندي البتنجان، جايبه الطماطم، جايبه الخيار، جايبه الفلفل، جايبه الليمون، جايبه السمك، جايبه البانيه. ايه تاني اللي ناقص؟ والفاكهه. كل حاجه موجوده اهو. لو في اي حاجه برضو وعايزين مثلا تقولوا لي يا مزاد لا ناقصك كده، طب هتعملي ايه، طب لا انا حاسه دي خلاص مشترات مش الاسبوع ده، دي مشترات ال10 ايام كمان. اللهم لك الحمد يعني. والطماطم هتقعد عندي بقى شهر وشهرين في التلاجة. تمام. اللهم لك الحمد. اشوفكم على خير في فيديو. هحسب الحاجه ديت صح وهرجع لكم تاني. تمام. لا مش باي، استنوني. بصوا بقى حبايب قلبي، حسبت الحاجات اللي انا شاريها ده كلها. بصوا بقى انا حسبت نص الطماطم. يعني مثلا انت تستخدمي في الاسبوع كام؟ 2 كيلو طماطم او 3 كيلو طماطم. انا جايبه 6 كيلو طماطم، شلت 3 كيلو ما حسبتهمش وحسبت لكم بس 3 كيلو. يبقى المشتريات بتاعتي ده كلها بالسمك، بالبانيه، بالبتنجان، بالخيار، بالفاكهه، بكل حاجه 310 310 جنيه. هي دي المشتريات بتاعتي بتاعت ال10 ايام واكتر كمان يا جماعه. اللهم لك الحمد. مع الحفاظ، مع الاهتمام بالحاجه اللي انت بتعمليها، ربنا هيبارك لك في حاجتك ان شاء الله. 310 سطرت بهم البيت. اللهم لك، كله بفضل الله، كله بفضل الله. اللهم لك الحمد يا رب. والست الناصحه برضو اللي تعرف تدبر وتوفر، وامتى تصرف وامتى تشيل وامتى تحبق وتدبق. ربنا يكرمني ويكرمكم يا رب. واتمنى تكون المشتريات بتاعتي عجبتكم. ولو عجبتكم بقى المشتريات وعجبكم الفيديوهات بتاعتي وانا اصلا عجبتكم، حطوا اللايك. ربنا يبارك لكم يا رب. واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد ان شاء الله. كله سعاده ورضا وتفاؤل كده.
ويلا بقى عشان اروح اغير هدومي واوضب فطار عشان نفطر. مع الف سلامه.